لما ابحث عليكي وما لاقيكيش بقلق عليكي، او انت فين يا ساهو؟ تعالوا نشوفوا راحت فين وايه اللي بيحصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رويدة سويلم. طبعا زي ما انتوا عارفين ساهو دي بتعتبر بنتي بجد، يعني من اول ما بديت القناة اللي فاتت اللي راحت مني، وهي كانت مبنية على سهيلة باللشهب واعمالها، وراحت مع مين وغنت مع مين ومثلت مع مين من بداية ما راحت البرنامج بتاع احلى صوت والحاجات دي كلها، كنت انا بدايات معاها. لكن دلوقتي كل ما ابحث عنها الاقيها تايهه، اقول يا ترى في ايه، وفجاه لقيتها بالفستان الاحمر اللي انا مش متعوده عليها باللبس العريان ده، بس بصراحه عليها هينطق بحق ربنا، يعني مع الشعر الجميل المجعد ده حاجه فوق الخرافه. يعني انت بقيتي شكل تاني يا ساهو بجد. انا ربنا يحميكي ويحفظك ويجعل ايامك كلها سعاده وهنا وفرح. انت عارفة ان انا مش مجرد كلام بقوله، لا انا بحبك في الله، لان انا بحب اهل الجزائر وشعب الجزائر وبنات الجزائر. فعشان كده انا من عشائك بجد، بعشائك جدا كأم بتحب بنتها، وبحب اعرف اخبارك اول باول مهما كانت الاخبار بحب اعرفها. انا توقفت شوية عن اخبارك لان كان عندي شوية ظروف، لكن انتوا عارفين يا حبايبي ان انا ما استغناش عنكم، وهفضل معاكم مهما حصل ومهما جرى. هفضل معاكم وهفضل احبكم، مش هتغير عن محبتي لكم، لان الحب ده شيء جميل من عند رب العالمين، مش بايدي ولا بايد اي حد، ده من عند ربنا. اما بقى طبعا تعالوا بقى نتكلموا على الفستان اللي هو جميل عليها، بس انا مش قادره ان انا اميز ان انا اقول لك يا ساهو انت مش متعوده او مش معودانا انك تجوني بحاجه عريانه كده. انا بحبك وبحب جمالك وبحب رقتك وبحب طيبه قلبك، عشان كده خد النصيحه دي من ام التانية ليكي، علشان محدش يجرؤ يقول كلمة، لان سهيلة بجد بسم الله ما شاء الله عليها. يعني انا جايبه لكم شوية اخبار حلوة عنها قوي، الفيديو الجاي هتعرفوا ايه الخبر الجديد عنها، بس انا حبيت ابدأ لكم بالفيديو ده علشان كنت فعلا ببحث عنها وما لقيتهاش، وقلت لازم اقول لحبايبي ايه فين سهو يا ولاد، سهيلة فين يا ولاد. فلما بحثت ودورت بعمق عرفت هي بقت بتعمل ايه دلوقتي، وهتبقى مفاجأة للفيديو الجاي، انتظروه ان شاء الله. هقول لكم هي بتعمل ايه وليه وايه وازاي، وكل ده لازم اقوله لكم بالحرف وبالكلمة. طبعا انتوا عارفين رأيي في سهيلة ومش هيتغير، لان انا بحبها. بنت فاطمة انا بحبها، هتبقى بنت فاطمة وبنت رويدة. كل بني ادم بيبقى له ام ولها قرين، انا قرينة امها وبحبها جدا في الله، وربنا دايما بدعي لها من قلبي ان ربنا يجعل النجاح من خدامها. وطبعا يعني هي داخله حاليا في مجال جديد، هبقى اقول لكم عليه الفيديو الجاي برضو، بشوقكم. لا والله ما موضوع تشويق ولا حاجه، هو دي موضوع حقيقه ان سهيله داخله في موضوع جديد، وان شاء الله يجعله خير عليها يا رب. وطبعا اصل الانسان مش هيقف على ان يقف على مسرح يغني بس، او يخش في تمثيل يمثل مسلسل او فيلم وخلاص ويتوقف عليه على بال ما يجيله طلب عمل جديد. لا، هي بتكافح وبتجاهد عشان تلاقي شغل وتشتغل، وديت البنت الصبورة الجدعة اللي تقدر تقف على رجليها وتقدر تعمل كل حاجة بمحض ارادتها وباخلاقها وبطيبتها. واكيد طبعا الفستان ده كان علشان بيعمل حاجة تانية.